تقصد ايه بالظبط؟ في الجزء اللي فات عرفنا ان البورصة سوق وخناقة بين البياع والمشتري. في الجزء ده السؤال المهم ازاي ادخل معاهم انا بقى الخناقة دي، اشتري انهي سهم واعرف منين انه هيغلى. عندنا طريقتين ملهمش تالت، زي ما يكون عندك كشافين بتنور بيهم طريقك في الضلمة. وتعالوا بينا نفهم ايه الحكاية. الطريقة الاولى اسمها التحليل المالي. ده عبارة عن تحليل اصل الشركة. تخيل معايا كده انك رايح تشتري عربية مستعملة، بتفتح الكبوت، بتشوف الموتور، تشوف العفشة، وتعرف صاحبها كان بيصينها ولا لا. ده بالظبط التحليل المالي للشركة. بندور على ايه؟ بندور على الارباح، الشركة دي بتكسب ولا بتخسر، عليها ديون، مركزها المالي ايه اخباره، قوي ولا لا، الادارة، مين سايق المركب دي، هل سمعته كويسة في الادارة ولا لا. الخلاصة ان انت في التحليل المالي بيقولك تشتري سهم شركة ايه، او الشركات القوية بمعنى اصح. طيب الطريقة التانية هي التحليل الفني. ده تحليل حركة السعر والرسوم البيانية على الشارت، وده هو اللي قايم عليه الكورس بتاعنا. تعالوا نرجع لمثال العربية كده. انت خلاص عرفت ان الموتور تمام عن طريق التحليل المالي، بس هل ده وقت مناسب تشتري، ولا السعر دلوقتي غالي جدا وممكن ينزل كمان شوية؟ هنا بقى بيجي دور التحليل الفني. وعشان أبقى وضحت لك الدنيا بصورة أكبر، التحليل المالي بيقولك إذا كانت الشركة هتفلس قريب، داخلة على أزمة مالية كبيرة، ولا الشركة حالها مستقر والأمور تمام والاستثمار فيها مش خطر. أما التحليل الفني بيقولك إمتى بالظبط تدخل تشتري السهم ده وإمتى تبيعه. التحليل الفني بيحاول يعرف السهم كان فين، ويحاول يتوقع منه السهم رايح فين، وده عن طريق إن هو يدرس هل السهم بيعمل أشكال معينة بتتكرر، وده عشان يوصلك للنتيجة النهائية، تشتري إمتى وتبيع إمتى. طيب وتعالوا بقى بعد ما عرفنا أنواع التحليل نشمر ونشوف الأدوات. زي ما النجار معاه شاكوش، انت كمتداول سلاحك هو الشارت، واهم موقع في العالم هو تريدنج فيو. ده الموقع اللي بيستخدمه المحترفين، وده اللي هنقضي عليه اغلب وقتنا. بنرسم عليه ونشوف الاسعار لحظة بلحظة. هتفتح حساب عليه، والحساب مجاني على فكرة، وجرب تتفرج على شكل الشموع اللي هنشرحها بالتفاصيل الحلقات الجاية. ودلوقتي عايز اديك مثال سريع نفهم منه التحليل الفني والتحليل المالي. تخيل انك بتفكر تشتري سهم في الشركة من الشركات دي، ابل او فوري. قعدت تدرس الارقام ولقيت الارباح، الشركة السنة دي باعت اجهزة او خدمات اكتر مثلا من السنة اللي فاتت ب20%. الديون، الشركة ما عندهاش ديون كبيرة للبنك وعندها سيولة كاش بالمليارات. وفي خبر الشركة أعلنت إنها تدخل مجال الذكاء الصناعي بقوة السنة الجاية. هنا بيكون قرار التحليل المالي الشركة دي وحش، مركزها قوي جدا، سهمها يستاهل إنك تشتريه وتخليه معاك لأن مستقبله مضمون 100%. طيب يجي دور بقى إيه؟ التحليل الفني. بعد ما عرفت إن الشركة ممتازة، هتفتح الشارت، الرسم البياني. السعر دلوقتي عند أعلى نقطة وصلها في تاريخه. المؤشرات بتقول إن السعر متشبع شرائيا، ال RSI بتاعه عالي جدا، يعني الناس اشترت بزيادة، وممكن يحصل جني أرباح والسعر ينزل يريح شوية. طبعا انت مش فاهم دلوقتي يعني ايه ال RSI والتشبع الشرائي وجني الأرباح. المصطلحات دي هفهمها لك قدام شوية. بس السعر في الحالة دي خبط في منطقة مقاومة ومش عارف يعديها. هنا قرار التحليل الفني استنى ما تشتريش دلوقتي، رغم ان الشركة ممتازة بس السعر غالي فنيا. فهتستنى لما ينزل شوية كده ويلمس منطقة دعم او يصحح شوية، وهنا انت بتشتري بسعر احسن. فهنا التحليل الفني عرفك تشتري امتى. طيب السؤال المنطقي، ايه اللي هيحصل لو انت اتجاهلت واحد فيهم؟ لو استخدمت المالي بس
ممكن تشتري سهم لشركة عظيمة بس تشتريه في وقت غالي جدا، فتلاقي السهم نزل بيك مثلا 10% أول ما اشتريت، وتفضل متعلق فترة طويلة لحد ما السهم أو السعر يرجع تاني لنقطة دخولك. لو استخدمت الفني بس، ممكن تشتري سهم طالع وشكله حلو على الشارت، بس الشركة أصلا خسرانة وعليها ديون وتحليلها المالي ضايع، فجأة تلاقي السهم انهار والشركة أفلست لأن أساسها مش قوي. لو سمعتني لحد هنا وعايز تكمل معايا الكورس لحد الآخر وتفهم معايا عالم البورصة وإزاي نظبط مع بعض تريدنج فيو أو المنصة اللي هنشتغل عليها عشان تورينا وتطلع لنا البيانات المالية، استناني في الحلقة اللي جاية بكرة الساعة 7، واشترك في القناة عشان يوصلك بإذن الله كل الفيديوهات الجديدة. وكل يوم الساعة 7 هتلاقي معايا حلقة جديدة لحد ما نخلص الكورس ده وتوصل للاحتراف بإذن الله. وجينا للواجب. الكيس دي أو الحالة دي عايزك ترد عليا في الكومنتات برأيك فيها. الأرباح للسنين اللي فاتت كانت عالية جدا، السنة دي أعلنت أن متوسط الأرباح تقريبا 1.2 بليون، والسنة اللي فاتت كان 1.1. الالتزامات المالية للشركة السنة دي أعلى من الأصول، ومفيش أي أخبار عن توسعات، بالعكس الأخبار بتقول إن الشركة بتمر بأزمة في تصريف البضاعة من المخازن، وإنه الشركة عندها مخزون كبير السنة دي لسه ما تصرفش. هل الوضع ده للشركة دي يطمنك إنك تدخل ولا هتفكر 1000 مرة؟ مستني رأيك في الكومنتات، تقول لي لو قدامك شركة بالوضع ده هتعمل ايه، واقول لك دلوقتي سلام.